هاي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده انا جاي اتكلم معاكم عن ديودرنت انا جبتها من فتره، وبصراحه عجبتني جدا جدا جدا، فقلت لازم ان انا اطلع النهارده واقول لكم عن الديودرنت دي وان هي قد ايه جامده قوي للجسم. فمش هطول عليكم، يلا بينا مع بعض نبدا الفيديو. المهم ايه هو الديودرنت الجامد قوي اللي انا حاسه ان انا عماله اقول لكم جامد ومش عارف ايه؟ هو الديودرنت بتاع ستاربل ده. بتاع ده يا جماعه اختراع بجد، حاجه جامده قوي. انا جربت منه ده، يعتبر انا جربتهم كلهم، بس اكتر اتنين عجبوني ده والبينك. انا هحط لكم اهم ده كده صورهم كلهم. هم 4 انواع، بتهيألي يعني ان هم 4 بس اللي متوفرين في صيدليات حوالينا هنا. فده والبينك بجد دول اكتر اتنين ريحتهم عجبتني جدا. طيب هل في فرق بينهم كلهم على ملمس البشره او على الجلد؟ فلا، ما حسيتش فرق بينهم خالص. كلهم عادي، هي بس فرق روايح، وعلى حسب انت هتحبي اني واحد فيهم. ده الرول اون اهو. بصوا، انا بحب ريحته قوي بجد، ريحته معايا جامده جدا. مش عارفه، ممكن حد ما يحبش الريحه دي ويقول ان هي تقيله، بس انا بالنسبه لي دي جامده جدا. بس فمن خلال تجربتي انا ان بجد كانوا احسن اتنين هما دول، من حيث او من الجانب بتاع الريحه بتاعهم. بجد بحبها جدا. عايزه اقول لكم بتثبت، دي بالذات بتثبت في الهدوم وبتثبت في الجسم بطريقه بجد بجد مش جباره. بامانه ده ما اعلان خالص، على قد من ان انا طالعه اقول لكم تجربتي معاهم ومع الريحتين دول بالذات، لان دول كانوا اخطر اتنين انا استخدمتهم منهم كلهم. المهم مش هطول عليكم، ان هو دي كانت اول حاجه من حيث ريحته. سعره انا مش فاكره، لان دي ليها معايا كتير بصراحه. كميتها جامده جدا، كميتها جباره بصراحه، فدي ليها معايا كتير. فانا مش عارفه دلوقتي بصراحه هي وصلت كام في الصيدليات، بس في العزبي والحاجات دي بيبقى معمول عليها اتنين، يعني بيبقى معمول باكت فيه اتنين. مش عارفه بيبقى باي 1 جيت 1 ولا بيبقوا الاتنين وعليهم سيل. طيب الجانب التاني او حاجه نمبر 2 او نمبر 2، ان هي مكتوب عليها وايتنج. فهل هي بتبيض فعلا؟ لا، هي مش بتبيض ومش بتسمر. امال هي ايه؟ هي حاجه في النص. يعني هي حاجه بتحافظ لك على لون الجلد بتاعك. يعني لو انت بشرتك سمراء او انت بشرتك غامق او المكان ده غامق وعشمان ان هي تفتح لك جلدك حتى لو درجه واحده، فلا، هي مش هتفتح لك جلدك، بس هي هتحافظ لك على نفس اللون ده، ان هو ما يغمقش اكتر من مثلا ما هو غمقان. او لو انت جلدك فاتح وبتستخدميها، فتاكدي ان هي مش هتسمر لك المكان ده خالص، بل بالعكس هي هتحافظ لك على اللون. فهي بتثبت الجلد على لونه. ده من ناحيه ان هي مكتوب عليها وايتنج، فلا ما تنتظروش منها تفتيح لائق زي ما احنا ما بنبقى متخيلين من البرودكت اللي بنستخدمها. بس هي هتحافظ لك على لون المكان ده كويس جدا، وهتظبط لك حوار الريحه فيه بطريقه بجد جامده. مكتوب عليها كمان ان هي بتقعد 24 ساعة في المنطقة. هل ده بجد؟ اه ده بجد. وبجد من الحاجات الجميلة قوي ان لو حد جربها فعلا هيفهم انا ليه بقول عليها كده، ان هي فعلا بتبقى ثابتة 24 ساعة في المكان، ما بتخليلكيش ريحة عرق. بس اهم حاجة ان انت تستخدميها كويس، والنبي اهم حاجة الاستخدام الكويس، ان انت بجد استخدميها بطريقتها الكويسة، واستخدميها بعد ما تاخدي الشاور. دي بقى من عندي انا، ان انت تستخدميه بعد ما تاخدي شاور. اهم حاجه اهم حاجه ان المكان يكون نظيف وانت بتحطي الديودرنت عليه، ما يبقاش فيه ريحه عرق او حتى بس نسبه عرق في المكان، عشان الديودرنت تقعد وتديكي ريحه طول اليوم، او على الاقل خالص ما تحسيش ان انت ريحتك ريحه عرق. فحطيها على مكان نظيف، حطيها على مكان نظيف ما فيهوش اي عرق خالص. قبل ما انهي الفيديو سمعت كذا موضوع كده، ان او كذا حد بمعنى اصح بيقولك ان انت الرول اون وحشتها. الرول اون اللي هي لفافه دي، بس انا مش عايزه المسها بايدي، اللي هي بتبقى كده يعني الرول اون دي وحشتها. انا مش عارفه بصراحه دي معتقدات فتاوي ولا دي بجد معتقدات من تجارب. المهم ان كذا حد كان بيقول ان انت الرول اون لو استخدمتيها كتير، او ان انت بتستخدميها كل مره في نفس المكان بنفس الطريقه كده، الحركه نفسها، عشان متعصبه قوي من الفتوى اللي انا سمعتها، ان الحركه نفسها دي بتجيب استمرار للمكان. طيب
افرض انا ان انا ما بيثبتش معايا الانواع العاديه، فانا مثلا مجبره او ان انا بيثبت مع جسمي رول اون، او انا عاجبني مثلا ريحه دي بس دي رول اون ما استخدمهاش، لا عندنا بديل. نعمل ايه بقى؟ تبقي منضفه ايدك كويس جدا 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 جدا، ومعقماها وشطفاها وكل حاجه زي الفل، حاسه تكون ايدك جميله النظيفه اللي انتي نضفتيها وعقمتيها وكحلتيها وخليتيها بيوبيو. امسكيها كده وحطي كده اهو، حلو، حطي يعني حطي كميه كافيه على ايدك، يعني على منطقه تعرفي تحطيها في الاندر ارم او ايا كانت تحطيها فيها، احنا مش هنخش في ديتيلز، واعمليها كده اهو، وروحي حطيها في المكان اللي انت بتحطي فيه الديودرنت بتاعتك، وبكده نبقى احنا تلاشينا ان احنا نمشي الرول اون في نفس المكان عشان ما يعملش اسمرول. طيب رايي انا في الفتوى دي، وانا بسميها فتوى لان بجد انا ما شفتش ده خالص، يعتبر انا من ساعه ما استخدمت مزيل علق الرول اون، او يعني من ساعه ما استخدمت ديودرنت الرول اون وانا ما شفتش منه الحوار ده خالص خالص خالص. بستخدمه دي مثلا الرابعه ولا الخامسه من نفس النوع وغيره، وجربت ديرماتيك وجربت حاجات كتير قوي، بجد ما شفتش منها دي خالص. فدي بالنسبه لي فتوى، وانا جبت لك بديل، والفتوى دي بتعمل كده فاعملي البديل. اعذروني يعني كنت متعصبه قوي من الفتوى دي عشان بجد كذا حد سمعته بيقول كده، بس اهم حاجه ان انت الديودرنت دي او المكان ده بالذات ان هي الرول اون محدش يستخدم المكان ده غيرك، لان في حاله ان لو حد استخدم الرول اون بتاعتك دي او الديودرنت بتاعتك بنفس الطريقه في نفس المكان، ده بقى اللي ممكن يجيب لك حساسيه وممكن يجيب لك اسمرار وممكن يبوظ لك المنطقه دي خالص. فدي بتاعتك انتي بتاعتك انتي بتاعتك انتي، مش بتاعت حد تاني، مفيش حد يستخدمها ولا حتى يحط منها حته لو ايه اللي حصل. بس كده انا كده خلصت الفيديو. فبجد انتي البتاعه دي البتاعه الجامده قوي دي، سواء دي او البينك او اي ريحه تانيه انت تحبيها، هتاخدي منها نتيجه كويسه قوي مقابل سعر كويس. انا كده خلصت الفيديو، ويا رب بجد بجد الريفيو يبقى عاجبكم، واشوفكم في فيديو تاني وجديد. باي باي.